السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 1 ظهرا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله بإذن الله ستقام قرعة دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات في القاهرة الساعة 1 الظهر إن شاء الله بإذن الله. اللي فكرني خالد الغندور من شوية وطالع بتويته وبيكاتب عليها وكاتب بيقول إيه: بحلم بيك، أنا بحلم بيك في دور المجموعات، أنا مستنيك. طب مستني مين وبأي إيه؟ يعني مستني أنت يا خالد يا غندور مستني النادي الأهلي؟ طب إيه رأيكم يا جماعة؟ وأنا بتكلم دلوقتي هنزل صور للزمالك وهو مع النادي الأهلي في دور المجموعات. شوف كان ترتيبه ايه. ده مفيش مرة يا راجل اشتركت معانا الا وتطلع يا تالت يا اما رابع حصلت المجموعة. وابدا الزمالك ما فاز على النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. في البداية يا سادة يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو انت اول مرة تشوفنا او تشوف قناتي تفضل علينا وتكرم علينا بالاشتراك في القناة ولايك على الفيديو لو الفيديو عجب حضرتك. ومعنا في الاخبار السريعه. واخيرا النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي اتخذ قرار بشطب عضويه كل من مصطفى يونس وابراهيم عيسى وهناء حمزه ومجدي عبد الغني. مش هنقول كباتن مالناش فيه، لانهم خلاص لانهم عملوا مع الاهلي ما لا يعمل. عملوا مع النادي الاهلي ما لا يعمل، وعملوا وزودوا العمايل بكتير قوي قوي. ومنها مصطفى يونس لما راح قناة الزمالك، انت ما قلناش حاجة، روح براحتك وحلل براحتك واتكلم براحتك، زي ما حلمي طولان الكابتن حلمي طولان المحترم جه قناة النادي الاهلي قبل كده وحلل مباريات واتكلم بكل ادب واحترام. ولذلك عمر ما في كان واحد من اللي قاعدين في الاستوديو في قناة النادي الاهلي قال لك كابتن حلمي طولان ولا فرض عليه يقول ايه ولا يعمل ايه ولا يهاجم نادي الزمالك ولا رئيس نادي الزمالك. زيك انت يا مصطفى يونس اللي طالع كل شويه بتهاجم النادي الاهلي وبتهاجم رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ولا كانك كنت في يوم من الايام لاعب ولا النادي الاهلي ليه فضل عليك وهو اللي عملك وعمل اسمك. ونروح يا ساده للخطيب واهم ما في الموضوع. ولكن قبل ما نروح للكابتن محمود الخطيب، النهارده احلى حاجه في نهايه المباراه المجنونه جدا في الدوري الانجليزي، ومباراه رائعه، دوري بمعنى الكلمه. الدوري الانجليزي النهارده مباراه مجنونه بمعنى الكلمه، الا وهي توتنهام يفوز على ليدز يونايتد 4-3. 4-3 قمة المتعة وقمة التشوق في الدوري الانجليزي، ومباراة مجنونة بكل ما تحمل الكلمة. وده هنخليها لنهاية الفيديو اللي هنتكلم عليها ان شاء الله. ولكن هنروح للكابتن محمود الخطيب النهاردة الاسطورة الاهلاوي اللي تم استدعائه، تم دعوته لحضور افتتاح كأس العالم في قطر من رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم. الله عليك، الله عليك يا خطيب، يا أسطورة، يا مشرف مصر ومشرف النادي الأهلي والكرة المصرية. هو ده الرمز اللي فعلا اللي الواحد يتقال يقول عليه أو يتكلم عليه أو يفخر بيه. زي الكابتن محمد صلاح، ما هو فخر للعرب، فخر لمصر. برضو الخطيب فخر للكرة المصرية وفخر للنادي الأهلي وفخر لكل الأهلاوية. واحد رئيس نادي زي النادي الأهلي بقيمة النادي الأهلي مدعو في افتتاح بطولة كأس العالم في قطر. واحد طالع بيشتم ويسف طول اليوم، ولا في رادع ولا في حسيب ولا في رقيب ولا في حد يقول له بلاش كده او ليه بتعمل كده او بتتكلم على كده. يعني قناة نادي الزمالك يا جماعة داخلة على منحدر سيء جدا، وتكاد تكون داخلة على قفلها وغلقها تماما. ولكن في دلوقتي احنا بنتكلم على النادي الاهلي وعلى رئيس النادي الاهلي اللي رايح قطر او رايح كأس العالم، حاجة مشرفة وواجهة مشرفة للكرة المصرية.
غير زي مثلا واحد بيطلع يتكلم على في قناة الزمالك كل يوم بيطلع ياخد للفجر من اول ما يبدا البرنامج لحد الفجر، ويجي حوالي منه الحاشيه بتاعته بقى ويقعدوا يطبلوا له. او زي مثلا الكابتن مصطفى يونس اللي انا قلت مش هقول عليه كابتن في بدايه الفيديو، ولكن مصطفى يونس طالع كل يوم اهو الاسطوره، لولا محمود الخطيب اسطوره ومعترف بيه دوليا وفي قطر، لولا ما اتصلوا بيه او قدموا له دعوه ان هو يروح يحضر افتتاح كاس العالم، لان مش اي حد بيتعزم او مش اي حد بيتبعت له دعوه في حضور افتتاحات كاس العالم، لان هي رؤساء الاتحادات فقط المشاركه في بطوله كاس العالم وليس رؤساء انديه. واحنا مصر مش مشاركه في كاس العالم، ولكن بعتوا للاسطوره الخطيب اللي انت يا مصطفى يونس بتطلع عليه وتقول مش هتكلم على واحد اسطوره وهو اسطوره من عجوه. وطبعا مرتضى منصور كل يوم يطلع يسب ويسف في الكلام قلة الادب، ويقعد يقول لك ايه الخطيب اللي هرب بره. واحد طالع النهارده سافر بيتعالج بره المرض، ما حدش يتريق عليه، ولكن هو مرتضى منصور بيقول لك هارب، ولحد ما نشوف الثوره 11/11 هتعمل ايه، لو نجحت هيرجع مربي دق، ولو فشلت هيرجع لابس كاب. طب بالله عليكم ده كلام؟ وثوره ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ وفي اساسا حاجه اسمها ثوره؟ ولا حد كان يعرف ولا يقول الكلام ده اساسا، لان مفيش حاجه من دي حصلت اصلا. لكن هو طالع بيتكلم الا واذا عاوز يكره الناس في الخطيب، ولا ابدا ابدا يا مرتضى منصور هتعرف تكره الناس في الخطيب، لانه هو اسطوره ومحترم. ويعني بصراحه الخطيب اسطوره لكل العصور في الكره المصريه والنادي الاهلي. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.